اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني اللي ريحتها بتغري الشارع كله بطريقه سهله، ومن سهولتها وطعمها هتخليكي عايزه تعمليها كل يوم. يلا بينا. في بوله فيها الكبده هننزل الاول عليها بليمون وخل وننقعها شويه. بعد كده بقى في طاسه فاضيه على النار هنسخنها الاول ونحط حوالي معلقتين زيت، عايزاهم يسخنوا كويس. وبعد كده ابدا انزل بالكبده، والكبدة هنزل بيها شوية بشوية كده جنب بعض، مش عايزاهم مرة واحدة ويبقوا مكتلين على بعض، عايزاها تبقى جنب بعض تاخد صدمة. لما الاقيها بقى بدأت تاخد لون كده هنزل عليها بالبصل، هقلبهم كويس. وبعد كده بقى هنزل بالفلفل الاخضر، لو حابين تحطوا فلفل الوان هيبقى حلو جدا برضو، انا بس بحب الفلفل الرومي الاخضر عشان كده حطيته. بعد كده بقى فصين توم مهروسين وهنزل بيهم واحطهم كده في النص واقلب. بعد كده باقي التوابل، عندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا، هحطهم كلهم مع بعض وهقلب بقى كله في بعضه كده. وده شكلها بعد ما استوت وكده جاهزة. هي سهلة، وصفة سهلة ولذيذة وبسيطة جدا، جربوها وإن شاء الله تعجبكم وبألف هنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير.